محطات ولحظات ومواقف وشخصيات في حياته لا تنسى. ومن خلال هذه الحلقات نلتقي مع شخصيات نغوص معهم في بحار حياتهم لنستكشف هذه الحياة. أهلا بكم في بودكاست جديد دردش مع هدى. النهاردة الحقيقة الحلقة مختلفة خالص، مش حلقة عن أي حد ولكنها عن أهم حاجة، عن الحياة، إزاي نعيش الحياة. وأنا حسيت من ضيفتي إن هي دي اللي هتقولي إزاي نعيش الحياة. برحب بالأستاذة الجميلة الشيف منى الطرابيشي. أهلا يا هدى. قبل بقى ما نبدأ أي حاجة أنا عايزة الجملة اللي دايما بتبدأي بيها أي فيديو. دي الجملة دي جميلة قوي، هي السبب في السعادة. بصي يا ستي، وانسى الهم ينساك وعيش اللحظة، والحياة حلوة بكل ما فيها. ضحكت بكيت الحياة مستمرة. في حتة جديدة بقى، الحزن هيروح والفرح هيجي بشرط يبقى عندنا ثقة ويقين بالله. مدام منى الطرابيشي طبعا هي شيف، كلنا عارفين انها في 4 شارع شريف مع الزميل المحترم شريف مدكور. بس انا اختياري ليها الحقيقه النهارده مش عشان هي شيف، يعني احنا مش هنعمل اكل النهارده، هنسايبين الاكل في البيت. احنا نتكلم بقى عن نظرتك للحياه. مش عارفه ليه انا بحس ان انت عندك تقبل للحياه كده ونظره مش موجود منها كتير. هي ملهاش قاعده ولا مترتبه ولا دي طبيعه. يعني انا دايما اقول في الانسان اللي عاوز يعيش باله مرتاح ورايق بيبقى هو خلقته كده. يعني انا من صغري ما احبش الزعل، ما احبش ان انا ازعل حد، ما اقولش كلمه تجرحك تضايقك. واذا قلت حاجه على طول بقولك اوعي تكوني بمسك سماعه التليفون مع اصحابي، اوعي تكوني انا ما اقصدش. وابتديت بقى، يعني ما ابتديتش، يعني باخد بالي ان انا اقولك احلى حاجه، مش نفاق ولا تطبيل زي الكلمة اللي طالعة اليومين دول أبدا. دي حاجة من جوايا، أزعلك ليه؟ يعني أضايقك ليه؟ لكن لو عاوزة رأيي هقولهولك، وبرضه بطريقة لطيفة مش طريقة تجرحك. يعني كلمة صراحة دي مفيش حاجة اسمها صراحة، معلش. في حاجة اسمها وقاحة، إن أنا أقول رأيي يجرحك أو يضايقك فيكي أو في أي حاجة. يعني الرأي اللي هقوله لازم أقوله بحيث يريحك نفسيا. هي طبيعي النصيحة تقيلة، يعني دايما يقولك النصيحة تقيلة، عشان كده لما نيجي نقولها بطريقة كويسة يتقبلها الآخر. بالظبط. ومش في أي وقت تكوني قاعدة كده وتقولي أنا عاوزة أنصح مدام هدى. هتيجي المناسبة وهقول مثلا يعني او ابني او بنتي، مش عمال على بطال يعني ما والله محتاجني في حاجه، محتاجالي انا عاوز اخد رايك في حاجه. يعني انا خدت رايي النهارده قبل ما اجي في حاجه معينه من واحده صاحبتي، رايي بس. فلقيت نفسي اخدت منها جزئيه مثلا بطريقه لطيفه ومهذبه، من غير تنمر، من غير ما اضايقك، من غير ما اجرحك. يعني في ناس، يعني مثلا انا هقول لك مثلا بطلع البرنامج، تيجي واحده او واحد الله اعلم يعلق تعليق على لقطه، بتزعلي انت طبعا. سواء انا او غيري بنتضايق. يعني ما في طريقة ألطف في إنك أنت تتفرج وانتهينا، لا أنت هتصاحبني ولا تشوفني ولا أشوفك ولا فاهمة. أو ممكن بطريقة ألطف زي ما حضرتك كده على الماسنجر، على الخاص. أي أقوم أخد ودي معاكي. مظبوط كلامي؟ مدام منى هقولك على حاجة. الجملة اللي قلتيها دي، انسى الهم والهم ينساك، الجملة اللي انسى الهم ينساك. انسى الهم ينساك. اي حد هيسمعك وانتي بتقوليها هيقول ايه انتي رايقة قوي بقى.
ياه. ما فيش حاجه، انت ما عندكيش مشاكل. لا يعني انا عايزه نظرتك يعني للحياه. يعني بيقول لك دايما انت اللي تقدر تبسط نفسك بنفسك. طبعا السعاده دي قرار. انا النهارده صاحيه من النوم محبطه، ماليش مزاج، متضايقه، بقعد اسال نفسي طب ليه، وبعدين، واخرتها، قومي خدي دش، قومي افطري، قومي اعملي. بتغيري مودك فورا. اولا تليفونات، الحمد لله ان دلوقتي الاسم بيبان، هتوترك. اللي مش عايزاه ما ردش عليه. لا ما ردش دلوقتي، ما ردش دلوقتي، او ما ردش على فلان ده. ايوه. يعني مكالمات التليفون دي دلوقتي اللي عاوزك بيجيبك. فانت كمان اللي عاوزك وهيجيبك، ومش عاوزه انت تكلميه اللي هيضايقك يعني، وتبقي عارفه ما ترديش دلوقتي. حضرتك قلتي ان حياتك اتغيرت بعد وفاة زوجك. مظبوط طبعا. بعد طبعا. ما كنتي يعني قاعده في البيت ما تشتغليش، بدأتي بقى رحله الشغل بقى. لا بصي هرد عليكي، بس انت قلتي الناس تقول يا دي رايقه ومش رايقه. لا ما فيش حد ما عندوش مشاكل وهموم. يعني هو ربنا خلقنا على وخلقنا الإنسان في كبد، دي معروفة. لكن في ناس عندها رضا وقناعة بظروفها وبحياتها، وما بتبصش لحد، وعايشة حياتها ليها هي، مش أنانية برضو. دي هو كده مش حكاية ان انا ما عنديش مشاكل. لا طبعا كلنا، والحمد لله الحمد لله ربنا الانسان الراضي الهادي ربنا بيهون عليه فعلا يا هدى. ربنا شوفي انا بتأثر جدا لان طول ما معايا ربنا دي ونعم بالله بحس بقوة. فطول ما انت بتقولي ربنا ويقين بيه، امشي ان شاء الله، تمشي على الشوك، مش هتتشوكي. هي قبل بس ما ندخل في السؤال اللي انا طرحته، هي الضغوط بتاعت الناس كترت، مفيش شك ان الضغوط كترت، في حاجات ملهاش حل. بس ده يعني مش معناه ان احنا الدنيا تسود في عينينا يعني. لا، ومش معناه ان احنا نمشي نغني ونرقص ونتنطط والحركات دي. لا، بالعقل، كل حاجة بالعقل. يعني دلوقتي وانا قاعدة معاكي في لحظة من اللحظات الجميلة الحلوة الهادية اللطيفة، طب انا بقى انسى شوية بقى واعيش معاكي اللحظة دي، ايه المشكلة؟ وبعدين ربنا يسهل في اللي جاي. بعدين بقى ربنا اما اروح ان انا محدش يقول انت رايقه، ما انت بتقبضي، ده بيتقال لي كده. هو مدام منى اصل هقول لك على حاجه، يعني احنا بنشوفك كلنا في البرنامج، يعني انا يمكن اسمحي لي يعني لفت نظري ان حضرتك تبقي ضيفتي. ما هو الشيفات كتير قوي في التلفزيون وفي التلفزيون المصري والقنوات الخاصه، بس الشخصيه بتاعت حضرتك هي اللي خلتني استضيفك. شخصية حسيت إني أنا لما استضيفك هتديني وهتدي للناس اللي بيتفرجوا عليكي طاقة، هتهوني علينا الحياة، هتدينا من خبرتك يعني فقرة لطيفة خفيفة. وبعدين انت أنا واحدة مش مشهورة ولا ليا، انت جميلة، مش ضروري مشهورة، انت جميلة. يعني مش هقول طب ليه، فعرفت السبب بقى انك انت عاوزه تقعدي معايا. لا انا عايزه اخد، يعني عايزاكي تدي للناس يعني ايه نصيحه في كبسوله زي ما بيقولوا، يعني تهوني الدنيا على الناس، تهوني الحياه. هقول لك حاجه، جزء من الطاقه الحلوه الجميله اللي احنا بنشوفها دي نعرف ايه سببها. اكيد ان انت عندك مشاكل وعندك حاجه، مفيش حد ما عندوش، بس في حد بيقدر يتخطى ده ويوصلوا للناس، وده اللي انت نجحتي فيه. ما انا هقول لك حاجه، هو مش كل الناس تقدر، او مش كل الناس ممكن تبقى ما كده. هو كده بقى فعلا، لان انا بقابل نوعيات كتير من الناس، مهما تقولي لي ومهما اقول لك ومهما اطبطب عليكي واقنعك ما تزعليش نفسك، ما
طالما انتي من جواكي مش على استعداد او طبيعتك كده انسي. زائد ربنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله حط فيا او اتربينا على الرضا والقناعة. ما نبصش لحاجة مش بتاعتنا، ما نتمناش حاجة مش بتاعتنا، ما نبصش للمستحيل كده. يعني الحمد لله دي برضو تربية من التربية. أنا مرة حد سألني إزاي أخلي ابني ولادي عينهم مش فارغة. قلت له حبيبي دي مش بالكلام ومش بالكتابة ولا بالفعل. قلت له دي يشوفك، يشوف أمه، يشوف جدته، يكون فيه هو أصلا الجينات بتاعته موجود فيها الجزئية دي. يعني الحمد لله ربيت ولادي كلهم عندهم الحتة دي. يجي يطلب حاجة أنا مش معايا فلوس أو مش عاوزة أجيبها، يبص لصاحبه ده لابس أنا عاوزة، يقول له وانت مالك وماله، بابا قدر يجيب له، أنا باباك مش هيجيبها لك، أنا ما معيش فلوس ممكن نأجلها. فبتصبريه، علمتيه كمان إنه يصبر. وإن طب أنت عاوزها، أنت ممكن لما تكبر وتشتغل تجيبها. أنت دلوقتي وظيفتك إيه الواجب اللي عليك؟ تذاكر، وانا ايه الواجب اللي عليا؟ ان انا اجيب لك فلوس عشان تذاكر وتنجح، وهكذا. انما مش يا حبيب قلبي انت نفسك في الجزمه اللي لابسها صاحبك، من بكره تكون عندك وتتداين وتستلف وتعمل جمعيه. المهم ابنها حبيبها يبقى مبسوط. هنا بقى فراغة العين ويبص على حاجه مش بتاعته. مدام منى غيرتي حياتك، خرجتي من نطاق دخلتي في نطاق تاني وتالت ورابع لحد ما وصلت لنا في الاعلام ولسه هو دي بقى ده الامل ودي الطموح. لا دي بقى العمر مش رقم. طبعا قصدي مجرد رقم. بصي انا كنت امبارح في بلعب رياضه، فواحده بتقول احنا كبرنا بقى مفروض ايه نخفف الرياضه. قلت لها انت بتقولي ايه؟ قلت لها انت ايه كبرتي؟ دي الكبر هنا حبيبتي طالما قادره استمري، ما تقوليش كبرت. الكلمه دي مش عاوزه اسمعها. الست اتخضت اول مره كنت اكلمها. التغيير ده مهم. الانسان الطبيعي اللي بيتغير، اللي مش طبيعي اللي محلك سر. والتغيير ده بيجي من ايه؟ بيجي برضو منك. يعني ناس كتير قالت لي انت اتغيرتي خالص بعد ما جوزك اتوفى، فاكرين ان انا بقى ايه ما صدقت مثلا. وقلت لهم انا ما اتغير، ده الطبيعي ان انا اتغير، بس انا مش بتغير علشان انا كنت في حاجة مش مبسوطة منها وعاوزة ارجع اعمل حاجة مختلف ابدا. ده الطبيعي. انا جوزي توفى ومش في سن كبير، وولادي لسه اسر، واللي في الثانويه واللي في الجامعه واللي بتتجوز وي. الطبيعي ان انا ما اقعدش بقى عماله اعيط واندب حظي. الحياه لازم تستمر وحياتي تقف وولادي يشوفوني واكئبهم. لا، الام الفرفوشه نعمة. وبعدين أنا قلت أنا كنت فرفوشة مع جوزي اتوفى وراح، طب فاضل منه إيه؟ ولادي. فلازم أتغير علشانهم. خرجتي واشتغلتي بقى. أول حاجة في التغيير إيه؟ أشوف الناس بقى. أنا كنت ست بيت، حياتي ولادي وجوزي وعيلتي دي، اهتم بطلباتهم كل حاجة زي اي ام مصرية اصيلة. خدي بالك في الكلمة دي. لبس كويس، اكل كويس،
خروجات في حدود المعقول، فسح في مصروف في الحدود، مش اي طلبات، لان في فترة معينة عاوزين نظبط نفسنا لحد ما يتخرجوا كلهم من الجامعة. وحصل. لما رحت اشتغل مش بشتغل عشان اجيب فلوس، لا، عشان اعرف الدنيا بقى. عارفة لما كنت تبقي قاعدة وحياتك ولادك وبيتك وجوزك مقفول عليك، مقفول، خصوصا ان جوزي كمان تعب قبل ما يتوفى، فكنت معاه على طول وكده، تركيز. عارفة انا من النوع اللي النهاردة هاجي قابل هدى مظبطة يومي كله من الصبح علشان هدى، لدرجة اني ظبطت مواعيد وكل حاجة في الساعة دي، موبايلي مقفول، ما فيش حاجة خالص هتتعب. اوكي. فنزلت الشغل بقى، قابلت الناس، عرفت الوحش. انا كان كل الناس عندي طيبين، كان جوزي يقول لي مش كل الناس طيبة يا منى. اقول له ازاي؟ طب ليه؟ يقول لي هو كده، اسمعي كلامي. دي كانت مشكلتي معاه، اني بصدق كله والناس طيبه وي 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 وكل الكلام. ولحد النهارده برضو الى ان يثبت الجديد بقى، الى ان يثبت العكس. خلاص. فنزلت شفت الناس بقى، اتفرجت، شفت الحلو وشفت الوحش وشفت الكويس وشفت الطيب، شفت الاصحاب اشتغلتي اول حاجه في ايه؟ اول حاجه في الورد. الورد جميل كان، وكله برضو الحمد لله كان عن طريق الاصحاب. يعني برضو عارفه ربنا لما بيكون معاكي، لانك انت ماشيه كده على باب الله، بس مش بعبط. يعني مش ماشيه، لا يعني رميه توكلك على يقول لك بالظبط، وربنا عارف انت ايه نيتك. فربنا وقعني في ناس في محيط الاصحاب. الاصحاب طلع بقى منهم كده وكده. المهم اول حاجه كان في الورد، كنت مديره محل ورد. عجبتني الفكره، عرفت ازاي الورد بيتجاب، وعرفت بيتنسق ازاي وابيع ازاي، والمواسم والمناسبات. عرفت حاجه اسمها مافيا الورد، مش حاجه كده سهله، في ناس مخصوصه وفي ناس بتقفل، والورد في الافراح بيتجاب مجتمع تاني خالص. ومن بعد الورد ده بقى، لما يعني جربت والكلام ده، رحت برضو عن طريق الأصحاب مديرة جاليري بيشتغل في الديكور المعماري. ده كمان كان لطيف جدا. اتعاملت مع الزباين، شفت أنواع الزباين كلها، بس كنت مع كل الزباين ستريكت واحدة. اهم حاجه ان انا اريحه، اهم حاجه ان انا اعمل شغل. الناس كانت بتيجي الفرع بتاعي علشان هنقعد مع مدام منى. انا كنت لما ييجوا مش الاوفيس بوي هو اللي يعمل القهوه والشاي، كنت بستقبلهم كانهم في بيتي كده، طبيعي، مش حركات. فكان يقول لي انت اللي هتجيبي القهوه، اقول له وماله، انت كانك ما عندي في البيت، من غير ما ان انا يعني بجر رجله عشان يشتري، لا، طبيعي. عارفه لما حد يشوف منك المصداقيه وانك طبيعيه بيرتاح، وخصوصا لما يكون اللي قدامك كمان بنفس مش لئيم، ما فيهوش خبث بتاع، وبيبان بقى سبحان الله. كل حاجه بتبان. فكنت بعمل شغل حلو قوي، والناس بتحبني وييجوا انا لحد ما سبته. انا سبته في 2011 الشغل. لحد ما سبته بيطلبوني في التليفون، تليفوناتهم معايا، وحولهم على المصنع او الفرع اللي شغال. طب يعني الشيف بقى دي وصلت لها ازاي؟ دي بقى ستي برضو عن طريق الاصحاب. انا في النادي عندي اصحابي. انا كمان من ضمن الحاجات اللي بعد ما جوزي توفى ابتديت اواظب على الرياضه والنادي والكلام ده. يعني انا
ولادي انا ساكنه في المهندسين، النادي بتاعي في مصر الجديده، واخده بالك، فما كنتش بروح كتير زي ما قلت لك يعني. فبعد كده شفت حياتي انا بقى، حياتي وحياه ولادي بتركيز بقى. فبقيت الرياضه، بقول لك اقابل ناس وناس وده لا ودي وما اقعدش مع ده. انا دلوقتي الخلاصه بتاعتي بقعد في النادي لوحدي، مش عشان انا منطويه او مش عاوزه الناس، بالعكس اخترت اصحاب قليله كده وبقعد كده معايا كتاب بقرا. انا احب الروايات قوي، والروايات القديمه بتاعت احسان عبد القدوس ويوسف السباعي ويوسف ادريس. هو واضح ان حضرتك بتحبي كل حاجه قديمه. حتى البيت عندك. لا يعني انا شفتك مره بتستعرضي الشقه. يعني شفت المطبخ يعني على حاله ده من يوم ما اتجوزت. فيش اي بس يعني النظافه تمام كل حاجه بس التغيير هو نفس الستايل. مش هغيره. ما فيش تغيير، ما فيش حاجه حديثه يعني خالص غير التلاجة، لان اكيد اتحرقت. طب تصدقي بقى التلاجة بتاعتي موجودة في البيت، ودي تلاجة تانية للمطبخ، بس يعني ماركة كويس طبعا ما اقولش اسامي. احتفاظك بالحاجة على وضعها من ساعة ما اتجوزتي ده ليه معاني. طبعا طبعا اللي بيفهم اللي فاهم. نقول بقى ازاي دخلت الشيف. شيف فالنادي بقى وتعرفت على ناس كويسة وبتاع. ففي واحدة قالت لي انتي تحبي تطلعي في التلفزيون بنتكلم على الطبيخ والاكل، لان انا بالنسبة لي ماما كانت اطعم اكل كلته في حياتي. اكلي انا ولادي بيقولوا لي عليه حلو، بس بقول لهم لا حلو منين، وهم اكلوا اكل ماما يقولوا الا اكل ماما انشراح مامتي. فعلا فبقيت احب اشوفها بقى. على فكره انا اتجوزت وما بعرفش غير اقلي بيضه، كنتش اعرف اطبخ، لكن حافظه كانت بتعمل الكشك ازاي والمحشي ازاي وكفته الرز ازاي، حافظه شفتها. ما اتجوزتي بقى بالتليفون طبعا بقينا نطبخ. بس فالبنت الست دي قالت لي تحبي تروحي التلفزيون؟ قلت لها هعمل ايه يعني. قالت لي تطبخي؟ قلت لها فرحت في برنامج سيدتي على الفضائية المصرية، واشتغلت وعملت وبقت الناس تعرفني والكلام ده كله. وبعدين كنت بشوف بقى شريف في النايل لايف او العائله. نايل فاميلي زمان كان في التلفزيون المصري اول ما بدأ بالظبط. فقلت انا نفسي اطلع مع المذيع ده لطيف قوي. بس قاعده مع واحده صاحبتنا قالت لي بس كده اوكي. فقلت لها خليه يشوفني انا هقدم فقره مطبخ في البرنامج الفلاني اليوم الفلاني، لو عجبته اوكي. فالحمد لله شاف شغلي وشاف بتكلم ازاي وكده، وقال لي اوكي. المعدة كلمتني وهكذا، والحياة بقى والشغل استمر من قناة لقناة ومع الشريف. بينكم وبين بعض انا بحس ان في بينكم وبين بعض نوع من التفاهم الخاص كده او كيمياء زي ما بيقولوا يعني. لا خلاص انت ارتحتي للشخصية دي وهو ارتاح والموضوع استمر. مدام منى بتشوفي السوشيال ميديا ازاي؟ ما بحبهاش. ما بتحبيش فيها ايه؟ هقول لك حاجة فيك. معلش مش كلها فيك ومش كلها حقيقة. يعني بس كده ما هقول ايه تاني. يعني مثلا في برامج طبخ بتيجي على الانستجرام، هتكلم في المجال بتاعي. الشكل جميل جدا وتحفة، بس يا حرام لو واحدة مش فاهمة في الطبيخ وجت طبقت الكلام ده
ما بيطلعش زي ما شافته، بيصعبوا على لدرجة اني انا مش بقول كله عشان ما حدش يقول. يعني انت بتقولي هنا السوشيال ميديا فيها حاجات مفيدة، منها برامج الطبخ. يعني طبعا برامج الطبخ اللي بيقدموا فيها افكار، فيها بتاع، بس عاوزين مصداقية برضو في بعض الحاجات. ممكن انا اكون بقول وصفة وبقول مقادير، حد طبقها ما نجحتش معاه، هو ممكن يكون السبب ان المقادير بتاعتي مش مظبوطة، ممكن تكون هي ما عرفتش طبقتها. فلازم اختار وصفات انا بقى عن نفسي سهلة بسيطة موجودة في كل بيت، ما اقولش مقادير صعبة على الناس تجيبها او الطبقة البسيطة. يعني انا بحب دايما في البرنامج اقدم وصفات للطبقة البسيطة، ما بحطش حاجات مش موجودة، ما بقعدكيش في المطبخ كتير. فلازم عشان اطلع ابقى بعمل كده. في ناس ممتازين وفي ناس انا ما فيش طبعا يا جماعة تعميم لأي حاجة. ممكن انا اكون ناس بترتاح في حاجتي، ممكن لا. المنصة بتاعت التيك توك ومنصة الفيسبوك، بتشوفي يعني الناس الكاميرات بقت مفتوحة على البيوت قوي، يعني بقت حياة الناس للأسف. بعد ما كان الناس كل واحد قافل على نفسه وليه حياته الخاصة، أصبحت الحياة كلها مفتوحة على بعض. طبعا كل ده علشان يعني الفلوس أو يجيبوا مشاهدات. انت شايفة ان صعوبة المعيشة والغلو، هل ده يعني يكفي ان هم يعملوا كده، او ده سبب ان هو يديهم ان هم يعملوا كده؟ طب هقول لك حاجة، هقول في الناس اللي عاوزة تزود دخلها على قدها وبتزود دخلها. أيوة. ماشي. طب في ناس مش محتاجة وبيطلعوا يعملوا حاجات عجيبة، ايه بقى عذرهم؟ وبعدين انا في ناس بتبعت لي تقول لي بنتي عامله قناه طبخ على الفيسبوك او اليوتيوب ومش عارف ادعميها، عاوزين عشان تزود دخلها ومش عارف ايه. ادعمها ازاي؟ فبعمل لها شير او بتاع عشان يعني ما عنديش مشكله يعني يعني انت عايزه تقولي ان لما بتكون حاجات مفيده اوكي ما فيش مشكله يعني. طبعا يعني في حد عامل لي حاجه حلوه في البيت، في البيت عامل لي طقم كروشيه حلو، فانا بحب ان انا ادعمها واقول لهم يا جماعه فلانه الفلانيه ادخلوا على صفحتها عملت لي حاجه كذا وعجبتكم. واحده اللي عامله لي كفر مثلا للليفينج روم او بتاع، ادينا تليفونها بتاع اوكي. انما انا ولا بعمل تيك توك ولا اعلانات ولا بتاع. يوم ما بيجي لي خاطر او حاجه في دماغي حصلت لي في حياتي على طول بحب اديها للناس، اقول على اساس انها تجربه، تجربه حقيقيه، مش قاعده بس بدي محاضرات. طيب بتشوفي الجواز دلوقتي ليه الناس ما بتعمرش مع بعض؟ ما فيش صبر. يعني صبر من الطرفين ولا صبر من طرف دون الاخر؟ يعني بصي، الست محور البيت ومحور الحياه ومحور الكون. الست وعمود البيت. بس ده ما يمنعش برضو ان الراجل لازم يكون يتحمل أنا المسؤوليه. ما قلتش حاجه، ما قلتش حاجه. الحياه مش هتمشي بالست لوحدها. لا لا لا، بس اللي عاوزه تعيش وتعمر بتعمر ان شاء الله تكون فين. معلش ممكن ناس تقول لي انت اصلك والله ما تعلموا باي حاجه. لا الفكره مش في كده، الفكره ان هي الركعه الست الصبر. طب والراجل؟ الراجل طبعا لازم يبقى يعني عارف. انت بتشوفي ان الشباب اليومين دول لما هم فعلا بيتحملوا المسؤوليه، قادرين على تحمل المسؤوليه، عشان كده الزواج مثلا ممكن بيفشل؟ هل هم قادرين ومع ذلك الزواج بيفشل؟ لا بصي، الشباب متحملين المسؤوليه بعضهم، والستات البنات متحمله المسؤوليه بعضهم.
لكن هتقولي الغالبية، بما ان الموضوع زاد عن حده، أيوة. يبقى الغالبية من الطرفين مش مظبوطة. وده رجع لإيه طيب؟ رجع للتغيير في حياتنا. هقولك البنت بقت بتشتغل، بقى عندها إحساس بأنها تعتمد على نفسها تماما. أنا معرفش الراجل، يعني أنا بتكلم دايما عن البنات والستات، أنا معرفش الراجل يعني ليه ما بقاش يستحمل أو مش عارفة. يعني انت شايفة ان دوت ممكن يكون نابع من الأسرة اللي هو طلع فيها؟ لا لا لا، يعني مثلا الأسرة تكون مثلا طلعته ان هو مش ما يتحملش المسؤولية، لا او لا ما يصبرش، لا 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 او بيساعدوه بكل حاجة بحيث ان هو ما بقاش يعني متحمل بقى ان هو يكمل المسيرة. يعني هما بيساندوه لكن هو مش قادر يكمل. لا، ملهاش علاقة بالأسرة ولا بأي حاجة. وفي كمان حاجات، عوامل تانية ممكن تكون الأم. في أمهات بتخرب على أولادها سواء بنت أو ولد. أيوة. وفي بنات ما بتستحملش الحموات. وفي ولاد ما بيستحملوش برضو حمات بنتهم. في حاجات كتير الناس اتغيرت مع التغيير اللي بيحصل في العالم. المجتمع المصري اتغير، المجتمعات كلها في العالم كله. أنا دايما لما بيقولوا هي الناس اتغيرت في مصر، بقول لهم مش في مصر، العالم كله بقى مش طبيعي. مش طبيعي. وده ايه السبب فيه؟ اللي بيحصل لنا من السوشيال ميديا والتكنولوجيا، الاختراعات والحاجات الحديثة دي كلها، دي بتخلينا ده انت ولسه الجي بي تي شات دي وفي حاجات تانية. ايه اللي بيحصل ده كله ده؟ طب انا ايه اللي يخليني اقعد اتكلم ده دلوقتي بيقولوا بيستعينوا بيها في شغلهم، بيستعينوا بيها في مشاكلهم في البيت. طب ازاي يا جماعة؟ يبقى اذا الناس اتغيرت، مش طبيعية، الناس مش طبيعية. طب انتي او انا اجي اكلم اقول يا جي بي تي مش عارفة شات، انا عندي مشكلة مع صاحبتي، احلها ازاي واحكي لها المشكلة؟ بذمتك ده عقل؟ لا بس هو الذكاء الاصطناعي خلاص كمان داخل في كل حاجة يعني دلوقتي. ما انا بقول لك يعني داخل في حياتنا كلها دلوقتي. ما هو وده التقدم، بس هو التقدم مش وحش، بس احنا بنتناوله ازاي؟ بصي هي الفكرة في كده. انا بقول كده، لكن طب اسألي حفيدي. انا قاعدة مع حفيدي مرة وبنتكلم، كان صغير ما كانش ظهر الجي بي تي دي، فبقول له حاجة، قال لي طب نسأل جوجل. قلت له مين؟ قال لي نسأل جوجل. قلت له ايه يا سليم ده؟ ما هو اسمه سليم. قلت له ليه يا سليم؟ طب ما تسألني انا، ما هو اللي حط جوجل بني ادم برضو، ممكن يقولك معلومة غلط. ما فيش حد هينصحك غير بابي ومامي وانا وعمتك اللي معاك يا سليم. بلاش جوجل ده عشان خاطري، ده ايام جوجل. جوجل خلاص ادي قدم خلاص، جوجل قدم، ما بقاش موجود. ربنا يرحمنا برحمته بجد يعني. ربنا يستر. عشان احنا رايحين على فين محدش عارف. البرنامج الطبخ بقى، حضرتك فاكرة أول واحدة كانت شيف كان اسمها منى عامر؟ منى عامر طبعا، دي أول واحدة طلعت في التلفزيون يعني في السبعينات تقريبا، ولا في السبعينات الثمانينات. بالظبط، كنا كلنا بنقعد نتفرج ومعجبين بيها. لكن هي المشهورة قوي قوي، بس دي أيام جدتي وأيام ماما، اللي هي الأستاذة نظيرة نيكولا. دي نظيرة دي قديمة قوي قوي. أنا بقول لك دي كان كتابها ده أبلة نظيرة. دي مشهورة. دي كان كتابها بيتوزع في المدارس على البنات، مدارس البنات، يعني يدرس يعني وبيمتحنوا فيه. بعد نظيرة بقى جت مين؟ ولا انا ما وعاش طبعا نظيرة دي ماما دي كانت تحكي لنا عليه. بعد نظيرة بقى في بقى انا اوعى وانا صغيرة
على التلفزيون في الستينات كان بيجيب لك يا سيدتي البرامج بتاعت المرأة. ايوه كان في مذيعة اسمها كاميليا الشنواني ومذيعات كتير جدا بيقدموا البرنامج ده. كنت تخيلي بقى عيلة صغيرة كنت اقعد اتفرج عليه. كنت اتفرج بقى على مين بتطبخ. ما كانش فيه كلمة شيف، كانوا يقولوا السيدة ايوه عديلة عزيز. حتى كتابها عندي وبشتغل منه لما احب ارجع للوصفات القديمة التقليدية. هي والأستاذة نظيرة نيكولا كنت اروح له واتصفحه اشوف بيقولوا ايه. دي كنت اشوفها بتطبخ ازاي. وكانت ماما عندها لا يا ماما يا ماما الأستاذة عديلة جت تسيبي اللي في ايدها وتيجي. فاهمة؟ دول بس يعني دول المدارس بتاعتي. الفرق ايه بقى بين الشيف زمان والشيف دلوقتي؟ احنا دلوقتي بنشوفهم بصراحة يعني بيخترعوا حاجات غريبة. ما هو بصي زي ما كل حاجة اتغيرت أيوة. برضو الأكل اتغير. الأكل والذوق اتغير. تعالي اسألي قدمي لحفيدك الخبيزة. ايه خبيزة دي؟ السبانخ. ايه السبانخ دي؟ بالظبط. عاوز ياكل ايه؟ طب ايه اللي انت عاوزه؟ عاوز مكرونة بالوايت صوص، خدي بالك، وعليها جبنة، وعاوز فراخ بانيه. طب نسلقها ونحمرها؟ لا 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 مش بحب. كان زمان الطبق فرخة مسلوقة محمرة، رز أبيض، ملوخية بالتقلية، أحلى أكلة. كنا ناكلها ونجري عليه. دي ما فيش كلام للأسف. تعالي بقى النهاردة كمية كريمة، كمية جبن على أي حاجة. عاملة كفتة بالصلصة رشي عليها جبنة. عاملة مش عارفة اسمها ايه دي، سبانخ في الفرن، حطي جبن بتديها لون جراتان ومش عارف ايه. انا ممكن ارش عشان ادي اللون الذهبي الحلو. لان انا افتكر ماما زمان كانت تدي لون للمكرونة بشاميل بايه؟ ترب بيضة ملح وفلفل وتحطها فوق الوش. فكانت البيضة بتتحمر. امال دلوقتي بيعملوا بس انا ما كنتش، انا طفلة بقى كنتش احبها. كنت احس بالبيض بالرغم من ان اكل حلو. دلوقتي رشة جبنة شيدر على الوش تخش كل حاجة مستوية. الجبنة هتحمر الوش وجراتان، ما فيش عندي مشكلة. انما مش من اولها لاخرها يا جماعة جبن. قولي لي برنامج شريف مدكور بتحضري ايه؟ هتتعملي النهارده؟ طبعا احنا بنبعت نقول ايه الاكلات اللي هنعملها ويتوافق عليها. وبعدين انا بعمل بقى اطباق جاهزة اللي هي هتتصور. وبعدين بحضر مقادير، وساعات بتبقى المقادير اللي بعملها على الهوا، وساعات بيبقى فيه مراحل للوصفة، فببقى محضرة كذا مرحلة لأن الوقت مش كبير. أيوة فاهمة؟ يعني مثلا عملت كفتة بانيه بالنقيطة طبعا دي اللي هي دقيق وبيض ومية ومش عارف ايه. دي أكون مجهزة الطبق الجاهز اللي هيتصور، بكون مجهزة كفتة اللي هي شربت ميتها، ونية بقى أبين الكفتة اتعملت ازاي. بيبقى فيه شغل يعني. مين بقى اللي بياكل الأكل ده في الآخر؟ الناس الموجودين. كاست بقى الموجود. لو حلو بقى هيقولوا لك تسلم ايدك، اما لو وحش بقى مش عارفين هيعملوا ايه. لا الحمد لله بيحبوا اكل. عايزه بقى زي ما بدات الحلقه كده بطاقه جميله كده وامل للحياه، عايزاكي برضو يعني تديني كلمه كده عن ان لازم البني ادم رغم الضغوط ورغم ان يعني الاوضاع الصعبه الواحد بيعيش فيها، بس لازم البني ادم يبقى عنده امل. الامل في ربنا، اليقين بربنا. انا يعني مش ناس هتقول انت بتتكلمي تقولي يقين بالله وبتاع، طب انت مش عارف ايه. لا ده الكلام ده بيبقى الانسان
بيتولد وعارف ربنا، وعارف ربنا اللي بيحل ويربط ويفك ويرزق وكل حاجة. فدي حاجة. الحاجة التانية إنه نستمتع بأي لحظة، أي لحظة نستمتع بيها، وبعدين نروح للجد. ما يبقاش حياتنا من الصبح بالليل تكشيرة، لا، نحاول يبقى في وشنا ابتسامة كده، وشك بيضحك لوحده مهما يكون فيكي. دايما تشجعي اللي قدامك، ما تحبطيهوش. فاهمة؟ مش تيجي تقولك ايه، لا ده احنا خلاص بنلعب في الوقت الضايع. ضيع مين يا ماما؟ ضيع مين؟ اهي دي ما اقعدش معاها، دي ما اخدش منها طاقة، ماليش دعوة بيكي خالص. ايه وقت ضايع ده؟ احنا خلاص رجل هنا ورجل هنا. اللي تقولك احنا كبرنا، وبعدين كلنا فينا اللي فينا، ما نقعدش بقى نطلعه الشكوى لغير اللي انا زله. حبيبتي ما فيش حد هيسمعه منك الشكوى وي وي وي. ما في ناس شكاية دول اعوذ بالله، يعني ياخدوا منك الكلام، وممكن تروح تقعد مع صاحبتك التانية، اسكتي مش ده انا كنت قاعدة مع فلانة ويا عيني عندها، هتبقي سيرة الناس كلها. القوة في الكتمان، انك ما تحكيش حاجة عنك، صدقيني. صحيح. مش غلاسة منك، لا، يعرفوا عني ليه انا فيا ايه ولا زعلانة. انا بتكلم عليه دي مش فضفضة، انه الدنيا بقت مفتوحة خلاص، يعني قوي. الناس بقت فاتحة حياتها. رب الأسرة يعني ما بقاش زي زمان عنده يعني بيداري على أسرته. الأم هكذا، بقت الدنيا مفتوحة، الكاميرات مفتوحة في كل حتة، في البيت، في الأكل، في الشرب يعني. لا، وفي حاجة تاني بقى يقولوكي، يعني صعب جدا يعني. يقولوكي كلام بقى. يعني مثلا أنا قاعدة عاملة كده، ممكن مدام منى عندها مشكلة رهيبة ممكن تكون قاعدة سرحانة. ده أنا أحلى قاعدة عندي أعمل كده وأنام. والله في النادي ألبس النضارة الغامقة وأسند إيدي دي على خدي كده وأنام. بنام فعلا ومحدش شايفني، وبعدين أفتح عيني وأنام تاني، وهكذا. فالإنسان يبقى لطيف ظريف مع نفسه، يحب. عارفة الإنسان الوحش هو اللي ما بيحبش نفسه. اللي بيحب نفسه ده بيحب الناس كلها وبيحب أي حاجة. حبي البساطة، ما تحبيش الكلكعة. بالكلمتين الحلوين دول. أنا مثلا يعني ما أحبش الفخامة، لكن أحب أشوفها. تحب البساطة. بدليل ان انا ما غيرتش مطبخي، لكن اشوف المطابخ حلوة ما شاء الله، لكن انا عاوزة بتاعي بس كده، مش عاوزة ده، عاوزة ده. حبي حاجتك. مش عارفة اقول ايه بقى، بس يا رب الناس كلها تحب نفسها وتخليها في حالها وتبص لنفسها، ما تبصش لحاجة غيرها. نتمنى يا رب نتمنى. بالكلام الجميل الحلو ده بشكر ضيفتي الجميلة الأستاذة منى الطرابيشي. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. شكرا. أنا مبسوطة جدا من الدردشة الحلوة دي. أنا أكتر والله، والكاست كله مبسوط ومندمج معك بصراحة يعني. شكرا لحضرتك. شكرا. ربنا يكرمكم كلكم.